أحسن تعامل، ما لوز شاء اللوز الله. على خلاو المصريين. ولكن أنا كنبغي نترفع، ما غاديش نعض في وحدة من دمي، غادي سيري نبحي كيف ما بغيتي. ولكن غادي يجي واحد النهار الا مشيت تاع عضيتك غادي نغرس فيك نيابي. انا زوينه ولكن كان خياب دغيا. أكيد نون، أبغى أقول لك شيء. أنت الآن أمام الجميع وأمامي أنا صباح النور. اسم في التيك توك، وأنا كذلك. يعني لا أرجي منك مصلحة ولا أدور من وراك أي شيء، ولا أنت كذلك. اللي يبقى بيننا الاحترام. أنا أقول لك الآن قدام الناس هذول اللي ما يعرفونك ولا يعرفوني، أقسم بالله العلي العظيم يا نون إني ما أرضى عليك ولا على راحة ولا على فهدة إلى هذا الوقت. لو أدخل لايف الحين ألقاهم يسبونهم، والله تلقيني ناشف في حلوقهم. ولكن قد يكون هناك سوء فهم أو شيء صورة. أنا ودي إنه يجي فيديو. شفتي لو جاء فيديو يا شيخة أنا برتاح قبل ما ترتاحون أنتم، وأقول لكم أنا آسف. أنا نقول لك أنا آسف لو بدر خطأ، حيث الاعتذار حصل من قيم خير، الكبار. المسامح كريم. بس إذا هذا سامحنا وللتوضيح. إذا خيزوا اليوم اعتذر وقلنا خلاص تاب، إلا قام عفسها ثاني. نون والله إذا مصدقتها انت مصدقتها انه تاب. ما جاء عندي. اسمعي، لو 3 أيام يجي عندي يتبكبك أنا تبت، أنا مدري وش، سامحوني. قلت كيدرا طيب ما راح انت تسب حكيت. المغاربة؟ قال لا. قلت لا تسب بشاير ولا تحط صورها؟ قال طيب. قلنا طيب لا تتدخل بين مشاكل السعوديين، إن جزائري ابعد. قال أوكي. قلنا سوي محتوى. قال طيب. إيش طلع سوى؟ طلع سب أبناء بلد وبنات بلد وقذف فيهم. أقول له يا مجنون، إحنا مو قلنا لك لا تسب لا تقذف؟ إيش دخلك في قذف الأعراض؟ قال لي لا، هم يقولون ماذا تفعل المغربية في الخليج، طب ماذا تفعل الجزائرية في الخليج؟ قلت وراني بس معتها كملت. أنون وتصدمت خلصت في من واحد أعراض الوقت. السعوديات دخلت على أعراض المغربيات، الآن أعراض بنات بلد. قال لي أنا بفضح كل الحقائق. عندي مقطع الوحدة السعودية، أنا كنت أسجل أول ما دخلت عندهم أمس، كنت أسجل عندي مقطع الوحدة اللي تقهر قسما بالله. لا ماشي بشاير عشي، إذا سامحوا ربنا عن هذه بيسامحوا عن كل شيء اللي صار. انا اللي عصبني البارحة نون مم. راح راحة راحة راقية جدا، ما كتعرفش تجاوب بهذاك الأسلوب. إنسانة مؤدبة، وهو استغل الفرصة هذه اللي فيها. أنا صفت له قست كنت غنخلي راحة تنزل وغنبقى أنا وهاني، هو بكلمة وأنا بجوج، هو بكلمة وأنا بثلاثة، مم. وغادا هكاك. ولكن ما بغاش يطلعني ميزو، ما بغاش الكلب، ما بغاش يطلعني حتى إنه ما راح. طلعنا. شوفي شايفة ميزو دواء عندي جاني، قال ونقول لك أعطوني من فرصة. الشعر بيت نون سلامة مسكينة قال جوهرات الحمر، وهاني أعطاها بلوك، وميزو ساكت. خلينا ما ثيقش عارفة فيه، ليش؟ ما ثيقش فيه. لأنه ميزو خبصها مع أخوه لايت المستشرفة اللي عايشة في الإمارات، اللي تدعم خاني وصفية بالأسود، فهو خبصها وقذفها وسبها. ولا تنسي هو كمان سب وقذف ناصر الفلسطيني اللي يسب الجزائر، قال لك كل الجزائر. يعني هو شوفي ميزو أمس شايفة يوم فتح اللايف